والنهارده هحكي لكم على شبح شكرل ومنزل الفنان عزت أبو عوف، وانوار الفيلا كلها كانت بتشتغل وبتطفي لوحدها. وطبعا ما كانوش يعرفوا حكايه قتل شكرل. بدأ يحصل حاجات غريبه جدا. الموضوع بدأ انهم بيشوفوا خيالات سريعه بتعدي من قدامهم، وحتى وهم نايمين كانوا بيسمعوا أصوات كانت بتخرج من الحيطة، وصوت همس غريب. أنا الصوت، أنا الهمس. وبيشوفوها كمان عادي. وكانت أسرة البيت كلها خايفة جدا ومرعوبة، ولكن التجارب المرعبة والمخيفة اللي مروا بيها كانت بتخلي أي حد يفكر 1000 مرة قبل ما يبات فيها ولو يوم واحد. المهم قررت يسرى إن هي تبات مع صاحبتها مع أبو عوف، وبتقول اتكلمنا شوية وبعدين نمنا والصوت بيقرب من أوضتهم.